هو صحيح انجلترا هي اللي اخترعت كرة القدم؟ صلى على النبي. عزتنا كالآتي: تخيل ان اكتر لعبة بيتابعها مليارات البشر مفيش شخص واحد اخترعها. القصة بقى بدأت من اكتر من 2000 سنة في الصين القديمة. اللعبة دي اسمها تيسو تيشو. كانوا بيحاولوا يدخلوا الكورة في فتحة صغيرة باستخدام القدمين، وبعدها بقى ظهرت العاب شبيهة عند الاغريق والرومان. لكن كل حضارة كان ليها طريقتها وقوانينها، ومع مرور الزمن وصلت الفكرة لانجلترا، وهناك بدأت المشكلة. كل مدرسة وكل نادي كان عنده قوانين مختلفة، يعني ممكن الماتش يبدأ عادي وينتهي بخناق، لأن كل فريق بيلعب بقوانينه هو. لحد ما جه سنة 1863 جمعت مجموعة من الأندية وأسست الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكتبوا أول قوانين رسمية للعبة. ومن هنا اتولد الشكل اللي نعرفه النهارده لكرة القدم الحديثة. ومع البحارة والتجار البريطانيين بدأت اللعبة تنتشر من انجلترا لكل أنحاء العالم. وفي سنة 1904 تأسست الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف بالفيفا، وبدأت اللعبة تتحول من رياضة محلية لرياضة شعبية على مستوى العالم. الخلاصة يا بلدينا، كرة القدم ما بدأتش مع شخص واحد، لكنها اتطورت عبر آلاف السنين. أما شكلها الحديث بدأ رسميا سنة 1863 في انجلترا. قول لي بقى في الكومنتات، كنت تعرف المعلومة دي قبل كده ولا لا؟ متنساش تعمل لي لايك وفولو.